بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الأفاضل، تستقبلون بفضل الله سبحانه وتعالى في الساعات القادمة يوما مجيدا من أيام الله تعالى، إنه يوم عيد الفطر المبارك. هذا العيد الذي امتن الله تعالى به على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فشرعه على التمام والكمال. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وروى أبو داود والنسائي بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر والأضحى. ولهذا قال العلماء: تشرع التوسعة على الأهل والعيال في هذين اليومين المباركين، ويشرع إظهار الفرح وإدخال السرور على الأهل والأولاد والأحباب. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وأحبابها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. أما ما يصنعه المسلم في صباح هذا اليوم المبارك، فإنه يسن له أن يأكل تمرات قبل أن يخرج إلى مصلى العيد، حتى إذا وصل إلى المصلى صلى مع الإمام صلاة العيد على الهيئة التي يصليها الإمام، فإن فيها خلافا بين أهل العلم في عدد التكبيرات وفي مكانها. ثم يحضر خطبة العيد ويتبادل التهنئة مع إخوانه وأحبابه، ثم يرجع من طريق آخر إلى بيته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل هذا العيد عيدا مباركا على أمة الإسلام قاطبة، والحمد لله رب العالمين.